ايه رايك يا ابو حميد؟ لا 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 لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يا اخي الحيطان اللي انتوا فتحتوها ادت وسع وبراح كده، بسم الله. والعفش، اختيار العفش الصغير يحسس الواحد ان فيه وسعه. الله اكبر، ربنا يوسع عليك. الله يبارك فيك، قبل ما تعمل يا حبيبي. ويا ريتها عاجبه بدريه مرات اخوك. لا بدريه حد يسال بدريه؟ بدريه انت لو قلت لها على الاستاد هتقول لك ده حق. والله. مساء الخير عليكم. الست هانم، الست بدريه، يا اهلا وسهلا. انا لسه بقول لفاتح حالا الشقه انا حاسس انها مخنوقه ضيقه، العفش كبير، ما اعرفش، مش عارف. انت عايزه قصر، دي عايزه قصر، مالك مذهول ليه؟ تعيش يا اخويا، بس اللي يقدر. معلش معلش، هنقول ايه؟ من ساعه ما ربنا وسع عليه وهو مضيق على الناس. جرى ايه يا اخي؟ جرى ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا انا كنت بقول حاجه وقلت حاجه تانية، واللي كنت بقوله لك يا فاكر. يلا بينا. الله، على فين العزم بالشياكه دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله. عندنا بس كده مشوار شغل. ادعي ان ربنا يكرمنا، الله يبارك لك. ماشي. حلو بجد يا بدريه؟ مع السلامه. مع السلامه. انت عارف يا احمد ان اول مره بدريه تقول لي كلمه حلوه؟ بس تعالى هنا، انت اتعلمت الكلام ده امتى وفين واللف والدوران؟ ده انت ولا اللي مركب في بقك شخاليل. ايوه شغالين. ده صحيح، احنا بنشتغل في البيزنس، واللي بيشتغل في البيزنس لازم يبقى في لسانه شخاليل، لازم يبقى بدل عقله 100 عقل، بدل عينه 100 عين، ويبص من قفاه كمان. ولازم تبقى ودنه موسيقيه. ليه؟ عشان يعرف هيتكلم مع مين، امتى، ازاي، فين. يا ابن الجنيه، بس انت عارف اخوك غشيم، وبالنسبه لي الموضوع واضح، 1 زائد 1 يساوي 2. قاعده بس مشكوك فيها بالنسبه لي. ليه؟ لان 1 زائد 1 ممكن يساوي 11. 11؟ ازاي يعني؟ هقول لك، تعال. اتفضل يا حجيجه. مرة واحدة تبقى دغري وتقول لي احنا رايحين على فين؟ يا حاج على عيني الاتنين، قول ان احنا رايحين نغير جو. ايه؟ ناوي توديني كباريه؟ يا ريت، بس ما ينفعش يا حاج، فلوسنا تخاف تدخل الكباريه. ورقة التوت اللي عليها سترها وغطاها يتشال، يعني ملف امن دولة. كله اعوذ برب الفلق، ما تفولش في وشي. وبعدين يا احمد احنا فلوسنا 100 100. ما انا عارف يا حاج، بكره مصيرها هتتشبه، مفيش مشاكل يعني. انت هتقلقني ليه؟ احنا رايحين فين؟ اقعد بس وهقول لك. الله، ما بحبش الالغاز. والله ما في اي الغاز يا حجيجه. ببساطه كده يا حاج، احنا في رحله صعود طالعين لفوق، وده معناه اننا ضد الجاذبيه يا حاج. عشان كده لازم نتخفف من كل الاعباء اللي تخلي وزننا الطبيعي يتعبنا واحنا طالعين لفوق. مش عايزين اي حاجه تشغلنا عن سكه الصعود. وانت بسلامتك ايه بقى اللي شاغل؟ بحبك. بت ايه يا اخويا؟ والحب ده شاغلني قوي قوي قوي، وعشان كده قررت اتجوز. تتجوز؟ تالت يا احمد؟ انت بتستعبط يا احمد. اطلع اطلع، ربنا يهديك يا رب. بتعمل ايه يا احمد؟ نتفرج يا عم. يا عم ما يصحش الناس تقول ايه بتفتش في حاجتهم. ده ايه؟ سيب بس الحاجه دي بس. اسمع بس، ده في فيردي والنقشبندي وطه الفاشني. يا عم سيب كل حاجه مكانها. ايه ده؟ بص، جامد قوي قوي قوي. ايه رايك في البيانو ده؟ في شويه خشب حلوين. الخشب حلوين؟ ايه رايك فيه يا جدع؟ بقول لك رايك فيه. رايف ايه؟ انا بالنسبه لي الطبل احسن منه. طبعا، بس بص الصوت ده. جرى لك ايه يا احمد؟ من امتى انا بفهم في بيانو ولا في بانيو ولا الكلام ده؟ لا انا غيرك بقى يا حاج، انا نزلت واخترت احلى واغلى بيانو واشتريته. اشتريت ايه؟ بيانو يا حاج. وهتحطه فين يا حبيب ابوك؟ في المصمت؟ لا اهو حطيته هنا اهو. هو ده؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبة امل. امل؟ ده انت مالي ايدك منها بقى. مع ان كان بينا مصانع الحداد يا فتحي. وبعدين؟ ولا بلين، لقيتها مختلفة عن كل الناس. مختلفة عن سميحة وصباح؟ بس يا جدع انت، الله، صباح ايه؟ امل ما تعرفش ان في صباح، تعرف ان في سميحة، ما تجيبش سيرة صباح. والله العظيم يا احمد اللي يفتح دماغك تلاقي فيها النسوان مع الشيشة. انا مش فاهم بتلاقي وقت للشغل امتى؟ الكلام ده مش صحيح.
أستاذ أحمد، بالنسبة لموضوع أمل طلب حضرتك مرفوض. عملت كده ليه؟ استني بس، خفت مني ولا خفتي عليا؟ خفت منك طبعا. كان لازم اشوفك يا عم. يا سلام، وانت علشان تشوفني تعمل فيا كده وتعرض نفسك للموت؟ طيب شفت الورقه دي؟ قررت انا احمد توفيق وانا بكامل قواي العقليه ان القي بنفسي امام السياره خلاصا من حياتي والتي لا اريد ان اكملها بدون امل، ولهذا قررت الانتحار. احمد توفيق. ليه؟ عشان بحبك يا امل. يا سلام، هو اللي يحب حد يعمل فيه كده؟ كان نفسي اقول لك ان في عندي فرصه مش هتلاقيها عند حد غيري. ودي فرصة ايه دي بقى؟ تصوري يا امل واحد عنده استعداد ينهي حياته تحت عجل عربيتك عشان بيحبك. فكري كده، لو اديتوله فرصه تعيشوا مع بعض ممكن يعمل لك ايه ويحقق لك ايه. بس اللي انت عملته ده يخوف، ده تصرف واحد ما عندوش اي نوع من انواع العقل. اتصرفت بكل العقل، كل الاصول. رحت لجدك عشان اطلبك منه ورفض. انا ما بسالكيش رفضني. كمان مش عايز اقول لك ان اللي عمله ده ممكن يكون هبط عزيمتي تجاهك. لا انسي، ده زادني اصرارا على اصرار. طب وانا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب انك تسمعي كلامي لو ممكن. قبل كده كان ممكن، وبعد كده مستحيل اسمع كلام واحد مجنون زيك. وبعدين بقى يا امل، الجنون على فكره بيبقى احيانا هو الوسيله الوحيده عشان توصلي للي قدامك، خصوصا لو كنت جربتي معاه العقل. وبعدين المغامره ما هي نوع من انواع الجنون، وانا مؤمن جدا بنظريه يفوز باللذات كل مغامر. ما تخلينا اسوق انا بقى. لا طبعا. يا بنت خلينا اسوق، حد ابوك خلينا اسوق. لا ايوه كده يا شيخه حاجه. احمد. احمد. قوم يا حبيبي، حبشي عايزك بره. طيب وديدو اتفضل. حاضر. اتفضل يا حبشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا حبشي، جبت الامانه؟ 10,000 جنيه، اتفضل. طب يا سيدي يزيد فضلك. لا، يزيد فضلي عليك بيهم لما يبقوا فلوسي، لكن دي فلوسك انت واخواتك. انا حيالله بقفل حسابات ودفاتر، مش من حقي خالص اسالك. ازاي تقول كده؟ لا طبعا يا حبشي، من حقك تسال، والا ازاي هنأمنك على كل حاجه؟ الله، يعني انا مسموح لي بقى اسال؟ طبعا مسموح لك. انت اتجننت ولا ايه؟ دول 10,000 جنيه، لازم تعرف جم ليه ورايحين فين عشان على الاقل تعرف تسددهم في الدفاتر. مظبوط، تمام. دول سلفه. وسلفة لايه بقى ان شاء الله؟ هتجوز. السلام